بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي رأي FM، أهلا بكم في برنامجكم برقيات الحجيج. في هذا اليوم نتكلم عن تسوية أمورنا مع الناس قبل أن نسافر إلى الحج. الهجران، المقاطعة، هجران الإخوة، هجران الناس ومقاطعتهم، كيف نسوي هذه الأمور قبل أن نخرج إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل أي لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال: فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وأفضلهم الذي يبادئ الآخر ويبدأ بالسلام. قال: فيصافحه وتنتهي هذه الخصومة. والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث خطير يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. وحتى لا نشك في الحديث، رواه أبو داود، وقال الحافظ العراقي أنه حديث صحيح. لذلك لابد أن تذهب لتسوية أمورك مع الناس، هذا الكلام مع الناس بشكل عام. فكيف إذا كانت الخصومة مع أهل بيتك؟ وكيف إذا كانت الخصومة مع الوالدين؟ لا أدري كيف يخرج حاج إلى بيت الله الحرام وهو يقاطع والدته أو يقاطع والده أو يسيء لوالديه. اتق الله تبارك وتعالى، أنت خارج في رحلة مرهقة، فاجعل هذه الرحلة في طاعة الله. اذهب إلى الناس، صالح هؤلاء، صافحهم، اجعل هذه النوايا طيبة، ثم اخرج إلى الله تبارك وتعالى. ولو ذهب حاج إلى الناس وكان بينه وبينهم خصومة، قال وأراد أن يصافحهم ويصالحهم فرفضوا، فأدى اللي عليه، فليخرج إلى الحج ولا يؤثر هذا على حجه شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجيج بيت الله الحرام بقبول حسن، وأن يدخلهم مدخلا كريما، وأن يجعلهم رفاق حبيبه المصطفى على الحوض، إنه سميع مجيب. أعزائي المستمعين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.